مايك جديد اهو. ازيكم؟ يا رب تكونوا زي الفل وزياده شويه كمان. الفيديو بتاع النهارده زي ما اتطلب مني كده مرتين تقريبا في الفيديو اللي فات، هقول لكم على ماي سكين كير روتين، على الروتين بتاع البشره كله اللي عملته واللي انتم ملاحظين ان هو فعلا مخلي بشرتي احسن او بجد فيها جلو كده والدنيا كويسه، مع ان احنا اصلا في الصيف ودي حاجه اصلا ايه المفروض نبقى مش متوقعينها كلنا. بس انا هقول لكم على الحاجات اللي انا بعملها على الروتين الجديد اللي انا استخدمته بقالي بالظبط حوالي 6 شهور او 7، ممكن يكونوا اكتر كمان. وهقول لكم بقى على كل الستبس وكل التريكس اللي انا اخدت بالي ان الحاجات دي ممكن تطلع لنا حبوب او تخلي البشره مش ناضره او تخليها مش صافيه. بلس بقى كل دوت ان بجد الروتين ده مش هيكلفكم حاجه، مش جايبه لكم اي منتجات مريبه ولا منتجات مش هتعرفوا تلاقوها، وغالبا كمان جايبه لكم زي مكان تقدروا تشتروا. يعني بصوا مظبطاكم. يلا بينا. قبل ما ابدا الفيديو بعد اذنكم متنسوش اكونت الانستجرام، اعملوا فولو هناك واعملوا هنا لايك وكومنت سبسكرايب لو انتوا لسه ما عملتوش، ويلا بينا. زي ما قلت لكم انا هقول لكم في الفيديو دوت الروتين بتاع بشرتي وكمان الحاجات اللي عملتها خلت بجد الحبوب تقل والبشره يبقى فيها نضاره اكتر. خلينا ابدا معاكم بالحاجات اللي ممكن تكونوا بتعملوها وتطلع لكم حبوب، مع العلم ان بجد بشرتكم حلوه جدا ومش محتاجه ان احنا نجيب روتين بمليون جنيه، بس احنا كل اللي محتاجين ان احنا نركز ان الحاجات دي ما تتعملش. اول غلطه وهي عدم النوم على ستان. خليني اشرح لكم لو هو مش ستان هيعمل ايه ولو ستان هيعمل ايه. لو هي اي حاجه غير الستان زي القطن مثلا، القطن بيقدر يمتص الزيوت اللي موجوده في الشعرايه، الزيوت اللي الفروه بتفرزها لوحدها زي الزهم او الزهم الطبيعي، الزيوت اللي انا بحطها في حمام الزيت، الزيوت اللي انا بحطها في الليفن او الكريم او بديل الزيت او اي حاجه بحطها عشان ترطب شعري وتحميه. اتفاجئ مره واحده ان صحيت الصبح شعري هايش، لا وكمان المخده اللي امتصت الزيوت دي طلعت لي حبوب، وخصوصا في المنطقه ديت والمنطقه ديت لان دي المناطق اللي انا بنام عليها اغلب الوقت، فتلاقوا دايما حبوب في اكتر حاجه المنطقه ديت والقوره. طب ده طالع لنا منين؟ ده طالع لنا من الدهون بتاعت الشعر اللي اتنقلت على المخده واتنقلت لوشنا. طب لو المخده دي ستان يا جاكلين، لو المخده دي ستان انا مفيش اي زيوت من شعري ولا من بشرتي تقدر تمتصها المخده دي، فبالتالي مفيش اي دهون هتبدا تتنقل لبشرتي وتعمل لي حبوب. ده غير كمان ان احنا لما بننام على ستان بشرتنا مش بتتاخد منها الزيوت وبالتالي بتبقى مرطبه بشكل احسن. كمان في ابحاث طلعت اخر فتره قالت ان الستان بيساعد على ان البشره تحافظ على انها ما تجعدش بدري وبيحافظ على روقان البشره. تاني حاجه وهو ان احنا ننشف وشنا بمناديل. تعالوا اشرح لكم لو بتنشفوا بفوطه حتى لو كانت مخصصه للبشره بس هفهمكم ازاي ممكن تكون مضره. اول حاجه احنا وشنا عليه بكتيريا نافعه وبكتيريا ضاره. البكتيريا دي واحنا بنمسح وشنا بالفوطه طبيعي انها تتنقل للفوطه، ما هي بكتيريا، الفوطه مكان دافي، البكتيريا هتقدر تنشا فيه وتتجمع وتقدر بقى تعمل لنا بيئه صالحه هناك. ده اجي بالليل اغسل وشي وامسحه برده بالفوطه نفس الموضوع، اتفاجئ ان البكتيريا اللي موجوده على الفوطه بدات تتنقل تاني لوشي وهكذا. طب ايه الافضل؟ هو ان احنا نستخدم المناديل. المنديل بيستخدم وان يوز، يعني بنحطه ننشف بيه وبنرميه وخلاص كده. تالت حاجه وهي ان انا لما باجي احط اي حاجه على وشي بتبقى ايدي متوسخه او عملت حاجه في شعري قبلها. اكتر حاجه فرقت معايا انا دايما كنت باجي مثلا من الشاور اعمل مساج لفروه الراس واسرح شعري وبعد كده اعمل السكين كير. دايما كانت بشرتي وحشه. اول ما بدات اركز ان لا بشرتي ما ينفعش تيجي عليها اي حاجه ملوثه، بقيت اول حاجه بعملها بعد ما بغسل ايدي كويس جدا اجي اروح احط مرطب واخلص بشرتي الاول واخلص كل حاجه السكين، بعد كده اروح بقى اشوف شعري اعمل له مساج هحط له مرطب والكلام ده. حتى قبل ما بغسل وشي بغسل ايدي كويس جدا لعل وعسى يبقى فيها بواقي اكل بواقي بكتيريا اي حاجه، بغسل ايدي كويس جدا وبعد كده بحط الغسول وبغسل بيه وشي. 4 وانا نايمه ما اسيبش اي حاجه من شعري ولا من القصه ولا اي حاجه تبدا تلوح كده على وشي. ده تسمين ان هو ما ينفعش مثلا ابقى نايمه شعري تحت خدي، لان زي ما قلت لكم كده الدهون اللي في الشعر هتتنقل وهتعمل لنا حبوب في بشرتنا. 5 وهي ان احنا لو بناخد شاور مثلا وغسلنا فيه شعرنا، طبيعي ان الشعر ده فيه ميكروبات، فيه بواقي زيت، فيه اي حاجه ممكن تنزل منه حاجات على وشنا. لازم بعد اي شاور نغسل وشنا كويس جدا عشان نضمن ان لو في حاجه من شعرنا وقعت على وشنا تكون مشيت. 6 وهي الاهتمام بالصحه عامه، شرب الميه والعصاير والفيتامينات اللي بتدخل جسمنا، لان البشره حاجه مننا يعني جزء مننا زي المعده وزي القولون. فلو انتوا بتهتموا علشان خاطر جسمنا يبقى احسن، عشان يبقى عندنا باور، عشان معدتنا ما توجعناش، عشان ما يجيلناش حموضه، لازم كمان تهتموا بالحاجات اللي تخلي البشره في شكل احسن.
شرب الميه وخصوصا على الريق 500 مللي ميه زي ما كنت بقول لكم في التحدي. شرب الميه خلال اليوم. العصاير اللي بيبقى فيها مواد بتساعد على نضاره البشره وعلى تصفيه البشره وعلى محاربه الحبوب. يعني مثلا هما بيستخدموا الشاي الاخضر في المستخلصات بتاعه البشره الدهنيه لمعالجه الحبوب. يبقى اذا نشرب الشاي الاخضر مش بشكل منتظم عشان ما نخسش، عشان ماماتنا ما تقعدش تزعق لنا، بس على الاقل ندخله مع مشروب معين. بنلاحظ برضو بيستخدموا النعناع لان النعناع بيساعد على تخلص الجسم من السموم. كمان عايزه اقول لكم ان اليابانيين مستمرين على شرب الميه وعلى شرب شاي اسمه شاي الشعير موجود عندهم، ده برضو بيساعد الجسم على التخلص من السموم. انا ساعتها بدلته بالنعناع. اشربوا اللي يعجبكم، المهم يكون بيساعد البشره وبيمدها بفيتامينات وبيساعدها على التخلص من السموم، بيساعد الجسم عامه على التخلص من السموم. ما تنسوش تهتموا لازم بالميه اللي بتدخل جسمكم وبالفيتامينات، والكلام ده انا دايما بقوله لكم في كل الفيديوهات اللي ليها علاقه بالشعر او بالبشره او بالجسم. اخر حاجه ودي اهم حاجه وهي الاهتمام بالصحه النفسيه. تعالوا بقى اقول لكم ايه هو الروتين اللي انا استخدمته في اخر فتره فرق جدا في بشرتي. اول حاجه وهي ان انا عرفت افرق ما بين الغسول اليومي والغسول الاسبوعي، وان في فرق ما بين الاثنين، وان الغسول الاسبوعي لو استخدمناه كل يوم بيبهدل البشره. تعالوا اشرح لكم عشان انا عارفه ان انتوا بتحبوا تفهموا. غسول يومي بنقدر نستخدمه يوميا، يا دوبك كل اللي بيعمله هو انه بيساعد البشره على التنظيف من اي حاجه موجوده على السطح، وده اللي بنبقى محتاجينه. ما احنا ما عندناش مشاكل في الاعماق. طب المشاكل اللي في الاعماق دي بتيجي كل قد ايه؟ يعني مثلا نقوله مره في الاسبوع، وبالتالي بنبقى محتاجين الغسول الاسبوعي. مشكلتنا ان الغسولات الموجوده في السوق هي غسولات اسبوعيه، وبالتالي بستخدمها على اساس انها يوميه، وساعات كمان بستخدمها مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل. مع ان الصحي جدا الفتره ديت هو ان احنا نستخدمها مره واحده بس بالليل، واللي ده اللي انا بستخدمه بقالي فتره من ساعه ما بشرتي بدات تروق تقريبا. كنت قلته لكم قبل كده في سلسله فرقت معايا، نغسل بشرتنا مره واحده بس بالليل، والصبح بميه فاتره او بعسل. وما ننساش كمان ان درجه حراره الميه دي تكون كويسه، لا هي سخنه ولا هي ساقعه. نرجع لموضوعنا. الغسول الاسبوعي بيشتغل على انه بيدخل المسام وبيطلع منها كل البكتيريا اللي جواها. مشكلته ان هو القلويه بتاعته دايما بتبقى مختلفه عن قلويه البشر. احنا البي اتش بتاعنا بيبقى 5.5، انما بقى الغسولات ديت ساعات ممكن تكون القلويه بتاعتها اقل قوي، بعيده جدا عن 5.5، ممكن تكون 1 مثلا او 2 او اعلى من كده بكتير، واحنا بنبقى محتاجين الحاجه اللي تبقى قريبه من 5.5، يعني ممكن 5 ممكن 6 في الحدود ديت. طيب يا جو، كده احنا فهمنا ان الغسول اليومي غسول كويس، البي اتش بتاعه شبه البي اتش بتاع بشرتنا، لكن الغسول الاسبوعي ممكن البي اتش بتاعه يبقى بعيد قوي. المفروض نعمل ايه؟ المفروض نستخدم تونر، لان التونر هو اللي بيعادل البي اتش بتاع البشره مره تانية. فلو انا استخدمت الغسول دوت غسول اسبوعي مره في الاسبوع مثلا كل جمعه، لازم بعديه استخدم تونر يعادل البي اتش بتاع البشره ويكون بيليق على بشرتي. يعني كده ما ينفعش نستخدم الغسولات الاسبوعيه على اساس انها غسولات يوميه، ولما نستخدمها مره في الاسبوع نستخدم وراها تونر. طيب احنا دلوقتي بندور على غسول يكون افوردبل، يعني سعره كويس يليق معانا كلنا، والاهم ان هو يكون يومي. بالظبط كده، عاوزين غسول يومي يا جوكا ينظف كده باسلوب جنتل، ملوش دعوه بالبي اتش، ملوش دعوه بالمدعكه ديت، ومش محتاجين وراه تونر. هقول لكم على نوعين غسول وانتوا تقدروا تجيبوا اللي انتوا عايزينه، وما تقلقوش موجودون ايه موجودون دي. الغسولات دي موجوده على نون، وهسيب لكم كمان ديسكاونت كود هنا دلوقتي يقلل لكم من سعرها. اول نوع غسول ما كنتش ناويه اتكلم عنه غير لما اخلص العلبه او اقرب ان انا اخلصه، وفعلا هو ده اللي حصل، وهو الغسول دوت من سنو شاين. ده المفروض للبشره الدهنيه او للبشره اللي فيها شويه زيوت او شويه اويلز، حقيقي من الغسولات اللي تجنن. يا رب يكون باين بس وواضح كده. ايه احلى حاجه فيه؟ ان هو بجد زيرو من السلفيت والبارابين والاويل، وزيرو من كل حاجه، ودي حاجه لطيفه قوي لانه بجد لطيف على البشره وجنتل جدا، بينضفها وبيديها التفتيح الفوري بعد الغسول، بتحسوا بشرتكم انها نورت، وبجد تحفه. في منه كمان الاورنج ده، لما ده عجبني جبت ده على طول ما فكرتش، بجد تحفه. فمتحمسه جدا ان انا استخدم التاني ده. الاتنين دول موجودين على نون، وعليهم كمان مثل ووتر هديه، وسعرهم كويس خالص. تاني نوع غسول وهو بوبانا، طبعا شفتوه معايا اكتر من مره في اكتر من فيديو، ودايما بستخدم بوبانا بصراحه. بوبانا في منها 4 انواع، في منها بالهيرونيك وده ماي فيفورت بصراحه، ده اللي بستخدمه صيف والشتاء ما بيغزلنيش، اختي بتستخدمه صيف والشتاء ما بيغزلهاش، ما بيطلعش حبوب، بينضف البشره كويس، بيميك شور ان بجد بيسيب البشره هايدريتد مترطبه، ملوش اي مشاكل، وبجد عارفين ان هو ايه، دخلت نضفت البشره سبتها جنتل وطلعت، ما لعبش لا بي اتش ولا مسام ولا اي حاجه. في منه كمان بالفحم، ده كان تاني واحد، ده المركز التاني بالنسبه لي، ده بينفع قوي للبشره الدهنيه، وفي حبيبيات صغنطوطه تعمل يعني كده اكسفوليتنج بس من بعيد، يعني يعني بتقشر بس هي مش بتقشر.
تالت نوع وهو اللي بالفيتامين سي، وبصراحه ما عجبنيش قوي، حسيت اللي بالهيرونيك بيدي نضاره اكتر. رابع نوع وده نازل جديد واللي اتوقع اني هستخدمه بعد الاثنين دول، بالريتينويل اللي هو مشتقات فيتامين ا، وانا من عشاق فيتامين ا. ودي اول حاجه عرفتها، وهو ان انا لازم استخدم الغسول يكون جنتل. كده انا غسلت بشرتي بالغسول يا جوكا وكله زي الفل. هل محتاجين لتونر؟ لا، لان احنا الغسول بتاعنا جنتل مش هيلعب في البي اتش. بس كده دي الغسولات اللي انا استخدمتها للامانه، وحسيت انها ديلي جدا وانها تنفع للاستخدام اليومي وانها بتنظف كويس، ملهاش اي اعراض جانبيه، فانا مرتاحه عليهم جدا. زي ما قلت لكم مش هنستخدم تونر، فبالتالي هنلجا لمرحله المرطب. عارفه انه مش هيعجب اغلبكم، بس بامانه ربنا هو ده اللي نفع معايا بعد تجارب كتيره جدا وبعد صرف فلوس في كل حته. سيرافي مويسترايزنج لوشن. انا اسفه، عارفه انه غالي بس برده كميته كبيره، وقلت لكم قبل كده ممكن مثلا تجيبوه كاصحاب مع بعض وتقسموه، تجيبيه مثلا انت وماما واختك. انا بالنسبه لي ده اعظم اكتشافاتي في مرطبات البشره الدهنيه والكريم منه للبشره الجافه. في سيراميد، في نياسيناميد، في هيرونيك اسيد بيرطب البشره وبيسيبها جلوي. النياسيناميد بتعالج الحبوب، السيراميد بتخلي البشره مشدوده اكتر. فبجد في كل حاجه ممكن اي بشره دهنيه تبقى محتاجاها. عاوزه تعالج الحبوب، النياسيناميد موجود. عاوزه تدي للبشره جلو بس ما يبقاش مدهن ولا في اي اويل، الهيرونيك موجود. عاوزه البشره تبقى مشدوده وتبان ان مفيش اي رينجلز ولا خطوط ولا اي دوشه، السيراميد موجود. فبجد هو مفيهوش غلطه. كمان قوامه خفيف قوي قوي قوي. بصوا اصلا بجد لوشن يعني بحقه حقيقي، سهل التوزيع وبيدي الجلو اللطيف اللي هو انا بشره مش دهنيه مش اويلي. وبجد بصوا فريجننس فري، ما فيهوش اي ريحه، ما فيهوش الدوشه بقى بتاعت اصلا انا بشرتي اتحسست من الكحول، اصلا انا بشرتي اتحسست من البرفيوم اللي موجود، اصلا انا بشرتي بتتحسس. انا كجاكلين اكتشفت مؤخرا ان بشرتي مش بتتحسس من الروائح، انا بشرتي ممكن تطلع حبوب في ثانيه لو عدت من قصادها اي برودكت جواه ريحه. طبعا ما ننساش ان احنا لو هننزل الصبح هنحط سان بلوك، ده كده كده الموضوع ده اوت اوف سينك، يعني مش هنفكر في الموضوع ده. نيجي للخطوه اللي بعد كده، ودي اهم خطوه هي اللي جدت على بشرتي واللي بجد فرقت معاها، وهي الريتينويل او فيتامين ا او الادابلين. جبته وخلصته ومن كتر ما عجبني جبته تاني. تقريبا هو ده اللي عمل النقله اللي حصلت في بشرتي الفتره اللي فاتت، هو اللي بيعالج الحبوب، هو اللي بيعالج اثار الحبوب، هو اللي بيساعد ان بشرتي تبقى نضره، هو ده الحل. انا بستخدمه از ساندويتش تكنيك، وكنت قلت لكم قبل كده ان الساندويتش تكنيك ده ان احنا بنستخدمه مرطب، بعد كده هو، بعد كده مرطب، ولازم استنى كده حبه وقت ما بين كل واحد والتاني عشان بشرتي تتشرب وتستفيد بالحاجه ديت. عايزين ديتيلز وازاي ندخله بشرتنا وازاي نستخدمه وهو ايه ومش عارف ايه وكل ده، عامله لكم فيديو مخصوص في كل حاجه عن الادابلين. حاجه كمان مهمه لاحظت انها بتطلع لي حبوب، روتين ازاله الميك اب بتاعي. انا مثلا بحط ميك اب، كونسيلر، ماسكارا، بلاش، روج، فالحاجات دي بالنسبه لي بتلمس طبعا بشرتي، لازم لما اجي اشيلها بتكنيك يخلي مفيش ولا حاجه منها موجوده او ولا بجد بواقي ميك اب ولا حتى سان بلوك. يعني الروتين ده بستخدمه لما بستخدم سان بلوك او بحط ميك اب، مكون من 3 خطوات كنت قلت لكم عليه قبل كده في فيديو. اول حاجه هي السبونج دي جايباها من شي ام ب20، دي اسمها سبونج ازاله الميك اب. ببلها بميه، وطبعا بغسلها قبل وبعد بصابون. بغسلها قبل عشان لو فيها ميكروبات مثلا، وبغسلها بعد عشان لو فيها ميكروبات من وشي ما تبقاش موجوده وتتفاعل اكتر. بعد كده ببلها ميه تكون فتره تليق على بشرتي، وبشيل بيها كل الميك اب. تاني خطوه هي ان انا بستخدم اي اويل ويكون نافع للبشره، يعني مثلا امتنان منزله جوجوبا اويل وزيت جوز الهند مخصصين للبشره والشعر والضوافر، فاذا ده جاي في ملعبي. بستخدم منه كام نقطه وبوزعهم على بشرتي، اسيح بيهم باقي الميك اب، بس للامانه دي بتشيل اغلب الميك اب، بس برضه عشان اميك شور ان مفيش اي حاجه في بشرتي بستخدم اي اويل. انا دايما بستخدم زيت جوز الهند، والفتره دي بستخدم الجوجوبا. اخر ستيب وهي دايما ان انا بستخدم الكلينزر بتاعي مرتين، مش مره واحده، مرتين. وليه هتقولوا لي كده؟ هو كده كده جنتل، وانا بميك شور بس ان بجد ما يبقاش فيه بواقي ميك اب، لان بامانه ربنا لما بكسل اعمل الروتين ده او خطوه منه، تاني يوم بصحى الاقي فسفوسه، وخصوصا في المنطقه دي. معرفش في ايه ما بيني وما بين المنطقه دي، بس المنطقه دي لما بتنضف انا بعرف ان بشرتي نضفت. في حاجه كمان هي التقشير، بطلت اعمل تقشير مره في الاسبوع، ادركت ان البشره بتجدد جلدها مره كل 28 يوم، يعني تقريبا مره كل شهر، فبقيت بعمل اكسفوليتنج اللي هو التقشير اللي هو السكراب اذا كان فيزيكال او كيميكال مره واحده بس في الشهر. كمان الشيفنج بعمله مره واحده برده في الشهر او كل 3 اسابيع على حسب الاحتياج. ماسكات الترطيب مفيش اكتر منها، دي اللي دايما بعملها كل ما ببقى زهقانه كده، ما عنديش مشكله خالص استخدم شيت ماسك، استخدم ماسكات
تكون طبيعيه ماشي، بس تكون نظيفه وعاملينها بطريقه ما تكونش فيها بكتيريا. ولو هنستخدم حاجه جاهزه نستخدم برده حاجه تكون من براند موثوق، بحيث ان الماسكات دي تكون بتساعد بجد على الترطيب وعلى الهايدريت بتاع البشره كده، انها تخليها مور هيلث كده، فاهمين؟ تبقى كده تحسوا البشره بتتنفس. بس كده اعتقد كل حاجه انا بعملها في بشرتي قلت لكم عليها، وهو اللي فرق بجد هو الادابلت. ان شاء الله تكونوا استفدتوا واتبسطتوا. لو عندكم اي سؤال او في اي حاجه وقعت مني اكتبوها لي في الكومنت. اشوفكم في فيديو جديد، ما تنسوش تعملوا فولو على الانستجرام. باي باي.